بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم. معانا النهاردة نتكلم عن سهم هيرمس وإيه المتوقع لسهم هيرمس. تمام. طبعا السهم يعتبر كده بنسبة كبيرة خلص تصحيح. اختار إن هو يمشي تصحيح عرضي، يعني اختار إن المكان ده يمشي في اتجاه عرضي، ونتوقع كده إن احنا خلاص خلصنا تصحيح في السهم ده، وهنبدأ بعد كده استكمال رحلة الصعود إن شاء الله، وهيكون في لسه صعود قوي في سهم هيرمس. تمام. السهم كان بيصحح من عند القاعدة اللي هو كان عند 19.28، وأنهى التصحيح عند الأماكن دي عند حوالي 24. فالسهم إن شاء الله خلاص خلص تصحيح، وهيبدأ رحلة الانطلاق مرة تانية. تمام. فمن هنا تعتبر سعر مناسب للشراء النهاردة. طبعا إغلاق كويس وإغلاق ممتاز. تمام. فإن شاء الله السهم يكمل صعود، ولسه عندنا أهداف بعيدة لسهم هيرمس تصل معانا عند 45. ده هدف أول، وهدف تاني عند 68. يعني هيرمس ممكن يروح ل68، إن شاء الله هيروح ل68. تمام. فاحنا شايفين ان شاء الله سهم هيرمس خلص تصحيح، وهيبدأ بعد كده يكمل صعود ان شاء الله. فالدور جاي على سهم هيرمس ان هو يبدأ يصعد. طبعا يعني مبروك سهم الشمس الإسكان. يعني من حددنا مكان الشراء من زمان خالص، من حوالي 3 شهور أو شهرين، لما وصل عند 6.5، اتكلمنا إن هو من عند 6.5 هيبدأ يصعد ويعمل انطلاقة قوية. وفعلا من عند 6.5 والسهم بدأ يعمل صعود قوي، وصل حتى الآن ل13 جنيه، ولسه هيكمل إن شاء الله. ما فيش مشكلة من جانب الأرباح، يعني ينزل شوية يصحح وبعد كده يكمل، ونتوقع ان هو لسه هيستكمل الصعود ان شاء الله. ففرصة هنا حاليا في سهم هيرمس. تمام. فممكن الأسعار دي وإيقاف الخسائر هيكون القيعان الأخيرة، اللي هو يعني إيقاف الخسائر. ممكن نحط 24 6.70 يعتبر إيقاف الخسائر، ونتوقع إن السهم خلاص مش هينزل أكتر من كده، ومن الأسعار دي هياخد رحلة صعود إن شاء الله. يعني ممكن تصل لضعف السعر الحالي أقل حاجة. فده كان معنا سهم هيرمس، وشكرا جزيلا ويومكم سعيد.